هي كانت كل حاجة في حياتي أنا كنت شايفها هي سبب نجاتي، وبدأت ألتزم في الصلاة علشان أحافظ على النعم اللي ربنا اداهالي. لكن بدأت تحصل حاجات غريبة. أهل مراتي فجأة بدأوا يتهربوا مني، معاملتهم ليا اتغيرت بدون أي سبب. بقيت أشوفهم في أحلامي واقفين فوق جثث وبيشربوا دمهم. ومع الوقت بدأت أشوف حاجات تخلي الدم يتجمد. المطبخ كان بيطبخ لوحده وأسمع صوت السكاكين بتقطع وصوت الأطباق بتتحرك. وفي يوم صحيت لقيت فرنش واقفة قدام المراية، وانعكاسها في المراية كانت واحدة تانية معرفها. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد.